السلام عليكم. كارم محمود الكروان الجميل وصوت الزمن الطيب. صلى على النبي وكل من النبي يصلي عليه ويلا نبتدي الحكاية. اتولد سنة 1922 بدمنهور في البحيرة. والده كان بيشتغل في التجارة ومن هو صغير لاحظوا حلاوة صوته وحبه للغنى وللفن. اتميز كارم بهدوء الطبع واتقال إن هو ورث الصوت من باباه اللي كان قارئ للقرآن الكريم. بدايته كانت الغنى في المدارس وبعد كده الحفلات، واكتشف موهبته توجو مزراحي اللي خده معاه للتمثيل. سنة 1938 التحق كارم محمود بمعهد الموسيقى العربية اللي كان في القاهرة، وطبعا ده خلاه يتنقل من دمنهور للقاهرة، واتخرج منه سنة 1944، وكان بيرعاه مصطفى بيك رضا اللي كان رئيس الإذاعة وقتها. وكمان بناء على توصيته التحق بفرقة الأنغام الذهبية، وشارك في تقديم الأغاني الوطنية. كمان شارك حياة وهبي في تقديم أغنية محلاها الدنيا. اتدرب كارم محمود على أغاني التراث على إيد محمد حسن الشجاعي، وكمان اشتغل مع كبار المنشدين والملحنين زي الشيخ فؤاد درويش والحريري وصفرة علي وغيرهم من المشاهير. بعد نجاح كارم في فرقة الأنغام الذهبية قدر ياخد فرصة كبيرة قوي في الغنى وفي التلحين، وأصبح أحد نجوم البرامج الإذاعية الشهيرة في الأربعينات والخمسينات إلى جانب عبد الفتاح مصطفى وأحمد صدقي. اتميز صوته بالحدة والجاذبية، وده اللي أهله لبطولة العديد من الأوبريتات الشهيرة زي العشرة الطيبة لسيد درويش وألف ليلة وليلة البيرام التونسي. ولمع صوته بين كبار المغنيين في مصر زي محمد أنديل وإبراهيم حمودة ومحمد الكحلاوي. أشهر أغاني كارم محمود: أمان عليك يا ليل طول، على شط بحر الهوى، وسمرة يا سمرة، على شط بحر الهوى، أمجاد يا عرب أمجاد، يا فايتني في حيرة، أبو العيون السود. وطبعا الجيل القديم شوية هيبقى فاكر كل الأغاني دي لأن وقتها كانت أغاني شهيرة جدا. كمان كارم محمود شارك في أكتر من 20 فيلم، من ضمنهم ملكة الجمال، معروف الإسكافي، سيد درويش، تاكسي حصاوي، ومسرح كليوباترا. طبعا ده على سبيل المثال وليس الحصر. كمان كارم عمل العديد من الرحلات الفنية خارج مصر، في سوريا ولبنان وبلاد الشام والعراق، وعمل العديد من الأوبريتات الناجحة زي ما قلنا، منها العشرة الطيبة، ألف ليلة وليلة، هدية العمر، عودة الأصيل، وقطر الندى. كريم محمود عانى من أزمة صحية وسافر للندن يتعالج، وأثناء الجراحة كان أهم حاجة عنده يقول للأطباء خلي بالكم من أحبالي الصوتية. وتوفى هو في غرفة العناية المركزة سنة 1995، وكان وقتها عمره 72 سنة. ترك لنا إرث فني كبير، لأن كارم محمود فضل متربع على عرش الأغنية لأكتر من 40 سنة، ولم يفقد لا صوته ولا جماهيره ولا شعبيته. دي كانت حكايتنا النهاردة عن الجميل الراحل كارم محمود، وأنا أختكم همسة. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة، شكرا جزيلا.